يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة أنا هعمل لحمة محمرة معاها رز بالبسلة والجزر وشوية شيبسي. أكلة خفيفة واللحمة بطريقة سهلة بتطلع تحفة. الصوص بتاعها غامق وجميل. أنا جايبة عرق تريبيانكو هحمره وهعمل محضرة بسلة وجزر كان عندي في الفريزر، هعملهم بالرز ومقطعة شيبسي، شوية توم للحمة، زبدة هنحتاجها للحمة وللرز، بصلاية مبشورة دي هنعمل بيها الرز بالبسلة. هنا هنبتدي باللحمة، ننزل الزبدة ونسيب الزبدة تسيح وتغمق شوية قبل ما ننزل عليها اللحمة. كده الزبدة غمقت، بنزل عليها اللحمة تاخد لون وبقلبها على الناحية التانية. نرص اللحمة ونسيبها شوية، ما نقلبهاش لحد ما نحس ان هي اخدت لون. كده لونها كويس هنقلبها، وادام قلبناها خلاص والناحيه التانية خدت لون هنحط التوم. انا بحط التوم كده زي ما هو، ما بقطعهوش، وهنزود لها الميه تكون مغليه، وحطيت لها مرقه فلفل اسمر في الاخر علشان هي المفروض ما يتحط لهاش فلفل الا في الاخر. هنا هنعمل الرز. انا حطيت الزبده والبصله، مش هشوح البصله شويه علشان مش عايزاه غامق، انا عايزه الرز بلونه. نزلت عليهم البسلة والجزر، هقلبهم تقلبتين واكون غاسلة الرز انزله عليهم. انا حطيت لها مرقة دجاج، لو عندنا شوربة طبعا نحط لها شوربة يكون احسن، وشوية فلفل اسمر. هنقلب شوية واكون غاسلة الرز. انا عاملة 3 كوبايات هضيفه، واقلب الرز شوية لما يتغلف بالزبدة والبصل وكده. انا احط له المية برضو، مية مغلية 3 كوبايات عليهم 3 كوبايات مية مغلية. كده انا خلصت اللحمة. مش عايزة اقول لكم الصوص بتاعها طعمه عامل ازاي مع الرز بالبسلة، شوية شيبسي. ممكن في ناس بتحب تحط لحمة مفرومة، انا ما حطيتش لحمة، عملتها بسلة وجزر بس. لحمة طرية جدا. نحط لها مية مغلية، ما نحطش مية باردة. الفلفل الاسمر يا جماعة في الاخر خالص، بضيفه في الاخر خالص. وميرسي جدا على وقتكم، يا رب اكون بعجبكم وفيديوهاتي بتعجبكم. اذا عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس. ميرسي.